الاجزاء الثالث والرابع ان شاء الله هنبتدي فيه بعد العيد ان شاء الله. عايزاكي تكلميني عن، بس مش ببص لهم هم الكاميرات عشان هم عمالين يشاوروا لي. كلميني عن العدسات والتجهيزات اللي عملتيها للشخصيه وتعبتي فيها قد ايه، وعينيكي تعبتك ازاي عشان تقعدي تلبسي بالعدسه والدم والكلام ده كله. هو في الحقيقه انا لما دخلت التصوير ما كنتش عارفه ان في عدسات وما كنتش عارفه ان في دم. كنت مذاكره مع نفسي ان انا تحويل الشخصيه من شخصيه روح للشخصيه الملبوسه. كنت مذاكراها وعملتها في حاجات كتيره قوي من غير العدسات. طبعا موضوع العدسات كان فكره استاذ اكرم فريد، وعايزه اقول لك انها كانت فكره هايله وساعدتني اكتر. بس فعلا هي كانت متعبه لان العدسه تخينه جدا، وخصوصا لما بتحطي الدم فالعدسه بتلزق اكتر، فلازم احط ضفري تحت العدسه عشان اطلعها. ما اقدرش احطها في عيني اكتر من 15 دقايق لان بعد كده عينيا بتوجعني، لان كل تمثيلي بعينيا فعضلات عينيا كانت بتوجعني عشان العدسه تخينه قوي عليها يعني. بس كان ليها دور كبير في رعب المشاهد يعني.